ازاي تعرف تعمل موف اون؟ الحقيقه ان انا من اكتر الناس اللي في الدنيا اللي جديره ان هي تقول لك ازاي تعمل موف اون، لان انا من اكتر الناس اللي في الحياه اصلا، اللي من النوع اللي بترتبط قوي بالناس وبحبهم قوي وبقرب قوي وبتعلق قوي وكل الكلام ده. وما يمشوا بقى بتعب وعارفه يعني ايه شخص بيجي ماشي انت بتبقى تعبان منه من مشيه ده قد ايه وكل الحاجات دي. الحقيقه ان انا كنت كده لحد فترة قريبة جدًا، يعني من كام شهر كده، في واحدة صاحبتي عزيزة عليّا جدًا كانت بمثابة أختي يعني، وبعدت عني بدون ما تقول أي أسباب. طبعًا أنا كنت هاتجنن، لإن قبلها بيوم كنت أنا وهي اتقابلنا معاها ومع ناس صحابها وصحاب صحابها ومش عارفة إيه، ولفة كبيرة كده، وقعدنا مع بعض في كافيه واتكلمنا وكنا كويسين أوي مع بعض، لدرجة إن هي أصلًا حاسبت لي في اليوم ده، وما كانش في أي حاجة. ورجعنا البيت عادي وبعت لها الصور اللي كانت متصوراها عندي والتيك توك وكل الكلام ده، وبعت لها لقيتها بترد ببرود. قلت ماشي ممكن تكون اوت اوف مود، ممكن يكون في حاجه مش عارف ايه كده. قابلتها تاني يوم، لا قابلتها تاني يوم المغرب، انا وواحده صاحبتي تانية كنا بنشتري حاجات، وقابلتني كاني هوا. يعني قابلتني بطريقه صعبه جدا، ما قدرتش استوعبها، ما قدرتش استوعب هي ازاي بتبص لي كده اصلا. وبعدين روحت بقى وعملت لها 600 الف ريكورد، ازاي ما بترديش عليا وانا زعلانه منك قوي وبعاتبك ومش عارف ايه وكده. وبرضه قالت لي مفيش حاجه وردت عليا ببرود، وانا مش غبيه يعني انا عارفه ان هي عاوز تمشي، بس عاوز تمشي ليه انا مش عارفه. والحقيقه ان انا مش عارفه هي عاوز تمشي ليه، او ليه ده حصل او كل ده. قعدت في كذا يوم كده متخبطه لحد ما خلاص اتاكدت ان هي مش عايزه تبقى موجوده تاني يعني في حياتي، ومش عايزه تبقى موجوده معايا. واكيد انا مش هجبرها يعني هي تكون موجوده. طبعا انهارت وعيطت وكل الكلام ده، ورحت بقى وكلمت حد بقى من صحابي عز عليا قوي وحكيت له الموضوع. قلت له هي ازاي ممكن تمشي من غير ما تقولي، طب حتى تقولي اسباب، طب حتى تهدي تفكيري. وانا من الناس اللي دماغها نايمه اصلا، يعني انا من الناس اللي مش بتفكر كتير، والمره دي كنت بفكر كتير قوي. فساعتها اتقال لي جمله عمري ما انساها ابدا. اتقال لي ان هو الانسان ممكن تكون طول حياته ماشي برتم ومره واحده يتغير، ممكن موقف واحد يغير الانسان من ناحيتي. فساعتها حسيت ان هو ممكن يكون حد قال لها حاجه فغيرتني، ممكن هي ما تكونش نفس الشخص في الوقت ده. وقال لي تاني ان يا مدام هان عليها ان انت تقعدي كل ده، اكيد مش ما ينفعش تقعدي مع حد انت هاينه عليه قوي للدرجه دي. طبعا اتشحتفت وزعلت وحاولت تاني وعافرت برضو واتألمت وكل الكلام ده، لحد ما جه في دماغي بقى الجمله العظيمه جدا: هو حد هان عليا فانا لازم اهون عليه، يعني هي مش احسن مني من الاخر. وبدات ابص كده الموضوع، هي مش احسن مني، يعني ان هي انا مفرقش معاها قوي للدرجه دي، وانا افضل قاعده وماسكه فيها وعامله قوي مش عارف ايه. لا، ما انا عندي كرامه برضو ايا كان السبب، حتى لو انا غلطانه ما ينفعش ان هي تعملني بالطريقه دي. بدات بقى ايه، ابص هو انا في الدوامه دي ليه. لقيت ان انا في الدوامه دي بسبب افكار كتير قوي وذكريات. والحقيقة إن أنا لقيت إن الذكريات مش بقدر الذكريات نفسها، بقدر مخيلتي عنها، بقدر اللي أنا كنت عايزة أعمله معاها في المستقبل، بقدر كل ده. وقعدت أحلل المواقف لقيتها إن هي حد عادي جدا، بالعكس كانت بتيجي عليا في أوقات كتير. بس أنا كنت مدمنة الصورة اللي هنا، الصورة دي اللي عنها. الصورة اللي عنها مش بالضروري تماما إن هي تكون حقيقتها أو حقيقة علاقتنا. لما بدأت أدرك إن هو مش اللي بيظهر منها أو اللي بيحصل هو الصورة اللي هنا، بدأت المواضيع كلها تتغير. بدأت إن أنا أقلل التفكير. الذكرى تمام نمسحها، لدرجة إن أنا جبت ورقة وكتبت في الورقة، جبت كده ورقة وعملت نصين، جزء للمميزات وجزء للعيوب، وقعدت أكتب مميزاتها وعيوبها. الحقيقة إن أنا لقيت مميزاتها دي ممكن تتعوض في أي شخص تاني خالص يعني، ولقيت إن عيوبها كتير قوي لدرجة إن أنا مبقتش قادرة أستحملها. لما جردتها من المشهد الهلامي اللي كان في دماغي، بدأت إن أنا فعلا أقدر أعمل موف أون، وبدأت أفهم يعني إيه موف أون. بيبقى الموضوع صعب وقتها لأن الإنسان بيبقى مدمن الشعور أو مدمن الحاجة اللي في دماغه، لكن مجرد ما يبدأ يبص عليها بحقيقة الحاجة نفسها أو بقدر الحاجة، بيحس إن هو لأ، مش المفروض يتعلق قوي كده. سمعت كمان من حد قبل كده كان بيقول إن كل واحد فينا بيبقى فيه جواه جزء كده ناقص، والجزء الناقص ده بيبقى محتاج يتملى. ممكن هي كانت في الفترة دي مالية الجزء ده. والحقيقة إن مفيش يعني أحسن من الروحانيات أو أحسن من حاجات كتير قوي نملاها في يومنا بتعوض الجزء ده. وفعلا لما أنا بدأت أعمل كده عرفت أعمل موف أون بطريقة
سهلة جدا وسريعة. كمان بدأت أقتنع بجملة هي كانت دايما بتقولها لي طول الوقت، إن هو كلنا فترات. كانت بتقول لي يا نور كلنا فترات في حياة بعض، وإن إحنا لازم نكون فترات كويسة عشان هنمشي. فبدأت أبص إن هو فعلا كلنا فترات. طب الشخص اللي يستحق كل حاجة هو أنا، نور. هي اللي تستحق كل حاجة، لأن هي اللي موجودة في كل الفترات مع كل الناس أيا كان الناس دول مين. كل دي حاجات لما بدأت أدركها بقى الموف اون سهل جدا. الموضوع مش بالبساطة اللي أنا بتكلم فيها، الموضوع بياخد وقت. إن هو أول حاجة إن الواحد يوقف ذكريات، يوقفها جد جدا يعني، ويقول إن هو لأ، أنا هقف هنا، ما عنتش هفكر في ده تاني، ما عنتش هفكر في المستقبل، الشخص ده ما عادش موجود، اعتبروه مات. يعني هي مش قساوة قوي بس يعني هتجيب نتيجة. تاني حاجة إن هو الشخص ده ممكن يتعوض وأنا أقضي حياتي عادي، وأفكر أصلا بحياتي قبله. يعني ما أنا قبله كنت عايش عادي، يعني كان الإنسان عايش قبل الشخص ده ما يبقى موجود عادي جدا. مش شرط إن هو موجود يعني فجاب لي الحياة، لا، الحياة كانت ماشية عادي وزي الفل وتمام. كمان أبدأ أفكر إن أنا أعمل حاجات جديدة وأبدأ أشغل نفسي وأبدأ أشوف حياتي وكل الكلام ده. لما برضه الواحد بيقعد يفكر ان هو يشوف نفسه ويعمل حاجات جديدة وكده، بيلاقي وقته بيتشغل، فبيقلل تفكير ويقلل اوفر ثينكينج في كل الحاجات دي. فبتبدأ الدنيا تتسهل شوية، تتسهل شوية، وستيب في ستيب، ستيب في ستيب، بتلاقي الدنيا بدأت ايه تبقى احسن. واحنا نستاهل ان احنا نكون ناس كويسة جدا يعني ونستاهل ان احنا نكون بخير، ونستاهل ان احنا يبقى في حياتنا ناس تقدرنا. والموف اون مش صعب ومش سهل، هو بين البنين، بس هو عايز بني آدم واعي. طول ما الإنسان عنده وعي هيعرف يعمل موف اون. وكل الناس فترات، بجد كل الناس فترات. دي حاجة أنا مكنتش مقتنعة بيها لقريب قوي، بس بدأت خلاص إن أنا أقتنع بيها، إن هو خلاص كل الناس فترات. وهي قضت فترتها لحد هنا، يمكن وصلت لي رسالة، وكلنا رسائل في حياة بعض. يعني كل واحد بيقضي رسالة معينة، مجرد ما الرسالة بتاعته بتنتهي خلاص هو بيبقى كده زي الفل وتمام، والدنيا بتبقى زي الفل وتمام. فالرحلة فردية تماما والله يا جماعة، يعني الرحلة فردية تماما، وإن الإنسان المفروض المجهود اللي يعمله في نفسه ويعمله في حياته. وإحنا أكتر ناس نستحق بالحب أكتر من إن إحنا نديه لحد تاني. إحنا بنعرف ندي الحب كويس قوي، بس بنيجي عند نفسنا بنقف. فلازم ندي لنفسنا الحب كويس قوي، ونجيب ورقة وقلم ونبدأ نشوف الموضوع بمنطق. الموضوع بيبقى بعيد تماما عن العقل. أول ما العقل بيتدخل بتبدأ كل حاجة تتظبط قوي. وندي لوقتنا وندي لنفسنا الوقت، يعني برضو ناخد وقتنا على ما نبقى الدنيا زي الفل وتمام. الإنسان محتاج إن هو يقرب من ربنا ويقرب من نفسه ويقرب من كل حد كويس في حياته، وان الحد ده مشي دايما يحط مساحه كده ان هو ممكن الانسان ده ما يبقاش موجود. مفيش شيء مضمون في الدنيا، ومفيش شيء ابدي في الدنيا. دي كلها احلام ورديه وافكار ورديه لا تتناسب جدا مع الحياه. والحياه يعني دار شقاء، احنا مش جايين نتبسط فيها يعني، حتى لو شويه انبساط وشويه زعل وشويه ناس كويسه وشويه ناس مش كويسه. وهي دي دار ابتلاء، ودايما بيبقى السعي لدار الحق. من الاخر يعني ناس كويسه موجوده ربنا يخليهم، بس لو مشيوا حياتنا ما تقف. وثانك يو فور واتشينج ان انت شفت الفيديو لحد هنا. ولو عاوز تكتب لي اي حاجه تبقى في الكومنتس بقى.